هؤلاء هم أبرز 3 لاعبين دمروا مسيرتهم الكروية. في المركز الثالث المغربي عادل تعربت، في بداية مسيرته خطف الأضواء بمهاراته والسرعة رفقة فريق كوينز بارك رينجرز بقيادة المدرب الإنجليزي هاري رينداب قبل أن ينهي مسيرته بسبب الغياب عن التدريبات وزيادة وزنه، وبالتالي اضطر فريق كوينز بارك لفسخ عقده مع التعربت والسماح له بالرحيل إلى نادي بنفيكا البرتغالي، والذي فسخ عقده قبل أن ينتقل إلى الدوري الإماراتي لتضيع موهبته. المركز الثاني الإيطالي ماريو بلوتيلي، كان أحد أكثر لاعبين موهبة قبل أن يدمر مسيرته الكروية، فقد حاول عدد مدربين استعادة مستواه على رأسهم جوزيه مورينيو، لكنهم فشلوا جميعا في استعادة ماريو لمستواه. لكن تصرفاته الغريبة كانت دائما تتسبب بجدل، ما اضطر العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه على إدراج بنود حسن السلوك في عقد اللاعب الإيطالي، فهو يبحث عن خطف الأضواء من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دائما ما كانت تخلق جدلا. وهو يلعب حاليا في الدوري التركي. في المركز الأول البرازيلي أدريانو، كان البرازيلي يتمتع بمهارات ومراوغات وقوة بدنية ورجل